اتكلم على حاجة حصلت معايا قسما بالله العظيم. الملاك انت من ريحة ابونا الله يرحمه، عمرنا ما هنطلق وعمرنا عايز تدفع. اول ما نزل القانون الجديد يا فندم تتحولوا الى وحوش، عايزين فلوس فلوس فلوس، واخرتها ان هم بيطعنوا في الوصلات اللي هم ماضيين عليها دي مش مضتنا. قلت لا مم. بقى، يبقى كل واحد ياخد حقه، ورحت دفعت الايجار في المحكمه يا فندم. وروح انتوا بقى خدوا الايجار من المحكمه عشان اللي ليه حق ياخده. اذا كان المحكمه اولا هتبحث عن الضرائب العقاريه نصيبها في نصيب الحكومه، لو الناس تروح تقدم في المحكمه الايجار والله العظيم الدنيا هتتكشف. تعالى يا عم، هات قوانين، هات الاحكام الدستوريه اللي انشات القوانين الايجار بتعديلاته، هتفهم الحدوته من اولها لاخرها. في حته بس تاهت من المشرعين في النص طوال السنوات الماضيه دي. ايه هي يا بيه؟ الايجار. انا معاك، كان لازم الايجار، كان لازم يتبص فيه في مراحل متعدده، يعني نسبيا، يعني بالنسبه برضه. عايز اقول لك ان اعلى هيئه قضائيه في مصر هي هيئه السلطه اللي هي التشريعيه، المحكمه الدستوريه. واكبر دليل على ذلك ان من ينوب عن الرئيس او خواء كرسي الرئاسه بيتولى رئيس المحكمه الدستوريه بالدستور. تخيلوا، حتى وان تغير الدستور تظل الاحكام الدستوريه ثابته راسخه ملزمه. حتى وان تغير الدستور، يعني انت حتى لو لغيت المحكمه الدستوريه دي في الدستور اللي جاي مثلا، تظل الاحكام السابقه له ديت نافذه برضه. فالناس يا عيني مش مستوعبين الكلام ده، الناس فاكرينها طابونه، مفيش قضاء. هو الناس عزفت عن المنصه ليه؟ اولا عدم مصداقيه، نمره واحد قولا واحدا بس عشان ما نلفش وندور. نمره اتنين غياب المعلومات عن المواطن اللي انتوا عايزين تطردوه ده هيروح فين ويعمل ايه ده انتوا لسه انت هتشوف بقى بعد 5 سنين بقوا 4.5 هم ولا 4 داخلين، هيبقى 4 سنين اللي هو هيعدوا ايه كده يعني. هتلاقي في البهدله موضوع كبير. ناس عليها التزامات، وان كانت وبتاخد باجل من تجار، ولا عليها شيكات ولا كمبيالات ولا وصولات امانه، وتجاره رايحه وتجاره جايه. هتوديهم في ايه؟ بتجارتهم دي وفلوسهم والمديونات اللي عليهم، ده غير الناس العماله اللي شغاله معاهم، هتوديهم في ايه؟ شوفوا تجربه مثال عملي لماده الطرد في التجاري. لا لا لا، أنا متوقعة الوضع هيتغير تماما. متوقعة ان الدنيا ان شاء هتتغير. الله. الدنيا هتتغير والقانون ده هيتعدل، هيتم تجميده، لكن مش مفيش طرد والناس هتعيش في سلام. يعني احنا بنطالب بطرد اللاجئين، والملك بيطالب بطرد المستاجرين.